السلام عليكم البنات. معكم نسمة، وغادي نهضر معكم اليوم على موضوع حساس بزاف، لأن ما كاينش شي حاجة توجع بحال طعنة من وحدة كنتي كتحس بيها أخت، صداقة ولا سم بطء. كنلقاو راسنا في وسط مجموعة بنات، ضحك، سيلفيات، هدايا وسهرات، ولكن في وسط هادشي كتكون وحدة كتضحك عليك وسط الناس، كتقارنك براسها ديما، كتشكك في قراراتك، كتقول كلام جارح، وكتغلفو بأنا غير كنضحك. وهنا خاصنا نوقفو ونسولو راسنا، هاد الصداقة كتغديني ولا كتسممني؟ علامات الصديقة السامة: كتحس ديك من قلبها وكتخبيها، كتفرح غير ملي تكوني ضعيفة، ما كتفرحش ليك من قلبها غير في النفاق، كتقلل من قيمتك قدام الناس، كتنقل الهضرة وكتزيد وتنقص. علاش كنشدو في صداقة سامة؟ خوف من الوحدة، ذكريات قديمة كتربطنا، تعودنا نسامحو بلا حدود، كنخافو نبانو ناكرين الخير، ولكن الحقيقة ماشي كل شي قديم خاصو يبقى، وماشي كل عشرة كتستحق تستمر. كيفاش نتصرفو؟ راقبي الطاقة ديالك بعد كل لقاء، كتخرجي مرتاحة ولا منهارة؟ هاد المؤشر أقوى من أي دليل. ما تبقايش تقنعي راسك بالعكس، إلا كانت كتسمك وتحرجك وتجرحك راها ماشي صديقتك. كوني شجاعة وقطعي العلاقة بهدوء، ماشي ضروري فضيحة، غير اختاري السلام. فتحي قلبك لصديقات جدد، راه الصداقة الحقيقية كاينة، غير خاصك تفرغي المكان باش تدخل. أنا كنت كنضحك ونقنع راسي أن هادي غير طريقتها وأن نيتها مزيانة، ولكن قلبي كان كيقول لي راها كتوجعك. وفاش سمعت لقلبي خرجت من العلاقة ورجعت كنحترم راسي من جديد. ماشي كل وحدة كتضحك معاك صديقتك، وماشي كل علاقة طويلة صحية. اختاري البنات اللي كيعطيوك طاقة، ماشي اللي كيمسوها منك. شاركي الحلقة مع صاحبة قلبها كبير ولكن كتضيع وقتها في ناس صغار. وقولي لي، شنو أغرب موقف عيقتي فيه أن صاحبتك ماشي صاحبتك؟ نتلاقاو في الحلقة الجاية، وخليو راسكم عزيز.